تخيل يكون عندك 17 سنة وأهلك لأول مرة يسيبوك لوحدك أسبوع كامل في البيت. الحرية الكاملة اللي أي مراهق بيحلم بيها، لكن بدل ما تكون أجمل ذكرى هتبقى أسوأ كابوس هيفضل يطاردك طول حياتك. خليك معايا للنهاية، القصة دي مش هتسمع زيها. ولو بتحب النوع ده من الحكايات ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وائل ولد عنده 17 سنة، أبوه وأمه قرروا يسافروا رحلة أسبوع كامل يحتفلوا بعيد جوازهم ال20 وسابوله البيت لأول مرة. الولد حس إن الدنيا كلها بقت بتاعته، يلعب فيديو جيمز بالساعات، يطلب أكل دليفري من غير ما حد يعترض، ينام وقت ما يحب، يصحى وقت ما يحب. في أول يومين كان عايش زي الملك، بس ملك قذر. اوضته اتحولت لمقلب زبالة، صناديق بيتزا، علب عصير فاضية، هدوم مرمية، بواقي أكل. حتى الكلبة بتاعته كانت حاسة إنها في الجنة، بتلعب بالكورة وسط الفوضى وبتاكل من اللي بيتبقى من وائل. لكن وائل ما كانش يعرف إن العزلة دي هتفتح باب لحاجة تانية، حاجة مش من عالمنا. في اليوم الثالث زهق من البيتزا، قرر يطلب أكل صيني. بالليل قاعد على الكنبة، التلفزيون شغال على فيلم قديم وعظم الفراخ مرمي حواليه. الكلبة بتاعته نايمة على جنبها شبعانة وكسلانة. فجأة صحيت مفزوعة، رفعت ودانها، وقفت على رجليها وبدأت تزوم بطريقة مرعبة. وائل ضحك وقال: ايه مالك؟ انتي كلبة حراسة ولا كلبة بتدلعي؟ لكن الزوم ده كان بيزيد وعينيها ثابتة على باب المطبخ. لأول مرة يشوفها مرعوبة بالشكل ده قلبه وقع في رجليه، بس قال يطمن نفسه أكيد فار ولا حاجة. البيت كله ضلمة. كريم اتحرك ناحية المطبخ بحذر بيحاول يلاقي زرار النور. فجأة يسمع صوت خربشة وصوت حاجة عند الباب الخلفي. فتح النور بسرعة وجاله الصدمة، باب الكلبة الصغير اللي في الباب الخلفي مفتوح وفي جسم بيحاول يدخل. راجل عريان، جسمه أبيض باهت زي الشمع، ما فيهوش شعر ووشه ما فيهوش ملامح، مجرد سطح مشوه مليان جروح قديمة. الكائن ده رفع راسه ناحية كريم وعمل صوت زي صفير التعبان كده. وائل اتجمد مكانه، جسمه مش قادر يتحرك. الراجل بدأ يدخل جسمه أكتر من الفتحة. وائل قلبه وقع في رجليه، جري على السلم بينادي على الكلبة بتاعته. الكائن ده نصه دخل خلاص وبيعمل أصوات زي كلام مكسر. كريم وقع على الأرض وهو بيجري، رجليه مش قادرة تشيله من الرعب. رفع راسه لقى الكائن ده بيزحف وراه بسرعة مش طبيعية. بص فوق لقى الكلبة واقفة بتبصله من فوق السلم. وقف وشد الكلبة من طوقها وجري على أوضة أهله. قفل الباب، حط كرسي ورا الباب، دخل الحمام الداخلي وقفله. قعد في البانيو وحضن الكلبة بتاعته اللي بتترعش. وفجأة سمع صوت عميق كأنه طالع من جهنم: افتح الباب. الخبط على الباب زاد، صوت خشب بيتشقق. وائل عمال يقول في نفسه: مش حقيقي، مش حقيقي، اللي بيحصل ده مش حقيقي. لكن الصوت جه تاني أوضح: أنا عاوز نكون صحاب. الكلمات كانت متقطعة مليانة شر، والكلبة عمالة تزمجر من ورا الباب وكأنها شايفة اللي وائل مش قادر يشوفه. فجأة الخبط وقف، سكون غريب، بعدها دوشة رهيبة تحت، صوت إزاز بيتكسر، كراسي بتترمي، همهمات مش مفهومة. وائل استجمع شجاعته وخرج من الحمام بسرعة وقفل الأوضة ورمى الدولاب ورا الباب. فتح الشباك وبدأ يصرخ: حد يلحقني، حد يلحقني. لكن قبل ما يكمل صراخه سمع الكائن بيجري على السلم بسرعة مجنونة. الخطوات تقيلة، الباب بيتخبط بقوة، وصوت الكائن بيصرخ: افتح، احنا صحاب. الهدوء رجع تاني وبعدها تكسير تحت. الجيران سمعوا الصوت واتصلوا بالشرطة. في خلال دقايق ضابط جه دخل البيت ومعاه بندقية. أول ما الكائن حس بيه طلع صرخة مرعبة وكسر الباب الخلفي وهرب. وائل خرج يجري للضابط لكنه وقف مذهول قدام اللي شافه. كل الإزاز اللي في البيت متكسر، صور عيلته متقطعة، نقط دم في كل مكان، الكتب متقطعة والمخدات مفتوحة، سريره في الأوضة غرقان دم. لكن الشرطة ملقوش أي بصمات، حتى الدم لما اتفحص لقوه ملوش أي تحليل معروف، كأنه مش دم إنسان. بعد أيام أهله رجعوا. وائل حاول يشرح اللي حصل، محدش صدقه، لكن كل ليلة وهو في سريره كان بيسمع نفس الصوت في ودنه: أنا صديقك ومش هسيبك. وكان بيصحى يلاقي الكلبة بتاعته واقفة قدام باب الأوضة وبتزوم بصوت عالي جدا، عينيها متثبتة في الضلمة. اللي عاشه وائل كان إيه؟ جن؟ كائن من عالم تاني؟ ولا مجرد هلوسة من الوحدة والعزلة؟ انت شايف ايه؟
اكتب لنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تسمع قصص تانية مرعبة هحكي لك عنها، قصص هتخليك تفكر مرتين قبل ما تفضل لوحدك في البيت.